الحمد لله الذي لا يسكن شيء في الكون ولا يتحرك إلا بتقديره. خلق كل شيء فجعله طوع أمره وتدبيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خضعت لجلاله وعظمته جميع السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، تكرر الزلازل المدمرة وحدوث الأعاصير المروعة وهبوب الرياح العاتية وانهيار السدود وجريان الفيضانات كثرت في زماننا في دول متعددة، ووقعت في بلاد مختلفة، وحدث بعضها غير بعيد منا، فتهدمت بيوت وفسدت ثمار ومات أناس وشرد آخرون، وكل ذلك بأمر الله وقدره ومشيئته، لا راد لما قضى ولا دافع لما أمضى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وحين تقع مثل هذه الأحداث والمصائب فإن الناس يختلفون في تلقيها، وتتضارب آراؤهم في تفسيرها، وقليل هم أولئك الموفقون الذين ينظرون لما يحصل بنور مما نزل في الكتاب أو ثبت في السنة ليتعاملوا مع هذه الأحداث والمصائب بما يقتضيه المقام وتستدعيه الحال، وما يجب عليهم نحوها من اعتبار واتعاظ وخوف من العقوبات واستعداد لما قد يحصل من مفاجآت ومساعدة لمن يحتاج إلى مساعدة. فالأمور تنقلب بسرعة كلمح البصر، والأحوال تتغير فجأة دون سابق إنذار. فرب آمن أمسى هادئا مطمئن البال، فأصبح خائفا مروعا متغير الحال. ورب غني افتقر، وعزيز ذل، وصحيح سقم، ومسرور حزن، ومبتهج اغتم. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. أيها المسلمون، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، ومع أن المقصود الزلازل الحسية التي تهز الأرض فتدمر القرى وتحطم المساكن وتشرد أهل الديار وتخرب عامر البنيان، ويحل الفزع والهلع والجوع والفقر، فإن ثم زلازل معنوية مختلفة الدرجات تزلزل الإيمان والعقيدة وتهز الأخلاق الحميدة حتى يضطرب الناس في عقائدهم ويضعف إيمانهم وتنقلب أحوالهم وتفسد أخلاقهم ويختلفوا عما كانوا عليه من حال ترضي الله
إلى حال قد تجلب تلك الزلازل الحسية وتنزل بسببها عليهم العقوبات الرادعة. وإنه ما من متابع لحال الناس في زماننا هذا إلا وهو يرى كثرة الفتن وتلاحق التغير والتحول، حتى ضعف التمسك بأمور من الدين كان الناس عليها بالنواجذ عاضين، تهاونوا بأركان وتركوا واجبات، ووقعوا في كبائر وولقوا في محرمات، تساهلوا في شعائر دينهم وتناسوها. كم من المسلمين اليوم كبارا وصغارا من يتهاونون بصلاة الجماعة، وكم منهم من لا يشهدون صلاة الفجر في المساجد، وكم هم الذين يتهاونون بصلاة العصر لأنهم يعودون من أعمالهم فيلقون بأنفسهم في فرشهم دون اهتمام بصلاتهم. وكم في النساء من تمردت على زوجها وأهملت بيتها فأصبحت خراجة ولاجة متبرجة فاتنة. وكم من الأبناء من ضعف بره بوالديه ومن قلت صلته لأرحامه، ومن قاطع إخوانه وجيرانه، ومن تهاون بأكل المال الحرام وتعود القش والإجرام. كم فالله أيها المسلمون، تمسكوا بدينكم القويم وسيروا على الصراط المستقيم، حافظوا على أخلاقكم واحفظوا أعراضكم وصونوها، وقوا أنفسكم وأهليكم وأبناءكم النار واحذروها، واجتنبوا المعاصي صغيرها وكبيرها، وجانبوا المنكرات ظاهرها وباطنها، واعلموا أنه لا شيء يرفع العافية وينزل البلاء كمثل المجاهرة بالمعاصي والتساهل في ظهورها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، متفق عليه. ومن حديث زينب رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الولي الحميد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه ولا تعصوه، واشكروه ولا تكفروه، وكونوا على حذر من المعاصي وكفر النعم، فإنها من أسباب حدوث البلايا وحلول النقم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الأمن في الأوطان وتوفر المسكن والمطعم إنهما لموجبتان لشكر الله وحمده والاجتهاد في عبادته ودوام طاعته.
أجل أيها المسلمون، إنهما لنعمتان عظيمتان جليلتان تتساقر أمامهما سائر النعم الدنيوية لمن عقل وفطن. فكيف إذا اجتمعت نعم عظيمة لا تحصى؟ ألا فلنقيد نعم الله بالشكر، وليكن شكرا حقيقيا بطاعته تعالى وفعل أوامره والخوف منه وترك نواهيه وتقواه في السر والعلن والاستقامة على مرضاته. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، شاهدنا هذا الأسبوع ما أصاب إخواننا في بعض مدن المغرب من زلزال مدمر أدى إلى هلاك مئات الأشخاص وتدمير للأبنية والمساكن، وبعده شاهدنا الأعاصير والفيضانات التي حلت بإخواننا في ليبيا، والتي أدت إلى قرق أحياء بأكملها وهلاك آلاف الأشخاص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهم وأن يجبر مصابهم وأن يتقبل موتاهم في الشهداء، وأن يدفع عنا وعن بلاد المسلمين كل بلاء. فهذه القوارع يا عباد الله نذر وتذكير لنا، وهي آيات يخوف الله بها عباده. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيقظ قلوبنا من غفلتها، اللهم أيقظ قلوبنا من غفلتها. اللهم أصلح ولاة أمرنا وانصر جنودنا المرابطين وردهم سالمين غانمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اشف مرضانا واجعل ما ألم بهم رفعة لدرجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. اللهم ارحم موتانا. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.